هو ده الفرق بين الزمالك والاهلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده. الزمالك بيتصدر وبجداره وباستحقاق. الزمالك النهارده بيكسب على بطل افريقيا. الزمالك بيكسب على بيراميدز البعبع اللي كان مخاف افريقيا كلها، اللي كسب افريقيا السنه اللي فاتت وكسب سان داونز. الزمالك بيقضي عليه النهارده وباداء وبنتيجه، ولولا الشناوي كان زمان الماتش خلص ثلاثه للزمالك. روح قتاليه. انا نفسي افهم ايه الفرق بين الاهلي والزمالك. انت قدام لعيبه الزمالك اللعيبه ما بتاخدش فلوس، اللعيبه ما بتاخدش فلوس، لعيبه عايشه في اسوأ حال، كل شويه شكاوي. لعيبه الاهلي انت واكل شبعان واخد كل فلوسك، معاك مدرب اجنبي. الزمالك معاه مدرب مصري، مع احترام المدربين المصريين، لكن معتمد جمال تحيات المعتمد جمال. عمل من الزمالك فريق هجومي مرعب. الزمالك بتفرج النهارده على ماتشه، حتى لما جاب الجول المرتدات بتاعته سم. يعني المرتدات بتاعته بثلاث لمسات بيوصل لمرمى بيراميدز، بثلاث لمسات بالظبط. كان في مرتده والله بلمستين وصلوا للجول، تسديد على المرمى بلمستين لولا الشناوي النهارده. احمد الشناوي حارس بيراميدز. الزمالك النهارده لا، اداء ونتيجه وروح. وبعد الماتش اللعيبه تروح للجماهير ويحيوا بعض والجماهير تهتف للعيبه وتهتف للمدرب. انت عندك في الاهلي ما بيحصلش كده، عندك الجماهير كارهه كارهه اللعيبه، كارهه الجماهير. عندك مفيش روح، مفيش قتاليه، مفيش فنيات الا تريزيجيه بس. الزمالك النهارده بشوف كل لاعب عنده قتال في ارض الملعب، كل لاعب عنده روح، كل لاعب بيلعب بتشيرت الزمالك. يعني عمري في يوم ما كنت اتخيل ان الزمالك يبقى في الحاله ديت والاهلي يبقى في الحاله دي، ان الزمالك يوصل يبقى متصدر الدوري والاهلي تاني وفرق ثلاث نقط. كنتش اتخيلها. يعني انت دلوقتي الدوري بايد كل فريق لسه. انت لسه هتلاعب الزمالك، وبيراميدز لسه هيلاعب الزمالك تاني، وسيراميكا برضه هتلاعب الاهلي والزمالك، كله هيلاعب بعضه تاني. فالدوري لسه في الملعب، الدوري ما اتحسمش. لكن ان الدور الاول يخلص ويعني شبه مؤكد ان الزمالك هيتصدر الدور الاول. كل فريق لسه بقاله ماتشين، فشبه مؤكد ان الزمالك هيتصدر الدور الاول، ماتشاته الجايه سهله يعني. وان هو يبقى المتصدر والنادي الاهلي يبقى مركز ثالث او ثاني. يعني حتى بيراميدز سابقنا دلوقتي. احنا فرق الاهداف بتاعنا، احنا عاملين فرق اهداف. عندنا هجوم مش ما هواش اقوى هجوم في الدوري، ودفاع ما هواش اقوى دفاع في الدوري. عكس يعني مش ده النادي الاهلي، مش ده النادي الاهلي اللي يبقى الهجوم بتاعه مش اقوى هجوم والدفاع مش اقوى دفاع. دي الاول مره بشوفها، جديده دي الصراحه، جديد. فريق قدامك الزمالك المنافس المباشر بتاعك هو بيراميدز. الزمالك بالحاله اللي فيها ديت اللعيبه ما بتقبضش. الاوضاع متدهوره، ترخبط في الاداره، مشاكل، ازمات، مش عارف ايه، وبرده المركز الاول. والاهلي برده المركز الثالث. ليه؟ ايه اللي وصل الاهلي لكده؟ اللعيبه مش طايقه الجمهور، والجمهور مش طايق اللعيبه. الجمهور يهتف للعيبه يجوا، اللعيبه ما تروحش للجمهور. حاجات غريبه كده. المنظومه كلها، مش مدرب ولا لعيبه بس، المنظومه كلها في النادي الاهلي فيها خلل. في خلل في المنظومه. مجلس الاداره كفايه عليه ان هو يستمر ده كله. انا يعني المفروض كان ما كانش يجب ان المجلس الاداره يطول. حقق نجاحات على عينه وعلى راسه، لكن في ملفات بتدار خطا. هو مجلس اداره ما بيديرش المستقبل، مجلس اداره للمصالح. شوف صفقه كاموش، مصالح على مصالح. ده مش لاعب جاي لاعب يصنع تاريخ مع النادي الاهلي. كاموش ده شوف الفرق بين هجوم الاهلي وهجوم الزمالك، او بالاخص يعني راس حربه الاهلي وراس حربه الزمالك. واتفرج، انت عندك ناصر منسي راس حربه الزمالك الاساسي، بينزل له بديل عدي الدباغ. وعندك لاعب مصاب اللي مرشح لجائزه بوشكاش، عمرو ناصر ده اللي كان مرشح ليه، ده مصاب. انت عندك ثلاث رؤوس حرب على اعلى مستوى، هم بيبقى ناصر منسي الاساسي، كلام على منتخب مصر. وبديله عدي الدباغ هداف الدوري. والبديل الثالث كان مرشح لجائزه بوشكاش. ف وشوف بقى انت عندك في النادي الاهلي كاموش، مروان عثمان، محمد شريف. يعني بذمتك مين دول؟ يعني مين الثلاثه دول؟ هم يعني بامارة ايه دول يبقوا ثلاث مهاجمين في النادي الاهلي؟ الثلاثه دول ما يستحقوش، مع احترامي يعني الاسماعيلي، ما يستحقوش يبقوا الثلاث مهاجمين بتوع الاسماعيلي، يعني مع احترامي. يعني ايه ده؟ هجوم النادي الاهلي وده هجوم نادي الزمالك. دفاع النادي الاهلي عندك قلبين دفاع او ثلاث قلوب دفاع في نادي الزمالك، الونش، حسام عبد المجيد، محمد اسماعيل، على اعلى مستوى. على اعلى مستوى ثلاث قلوب الدفاع دول. النادي الاهلي عنده مشكله دفاعيه باينه من زمان. الزمالك باع ناصر ماهر عشان يحل الازمه، وبعدهم باع ركستين اساسيتين في الفريق، تخيل. وبيلعب ومستمر وبيقاتل وروح. دي خلي بالك، دي روح مش كلها فنيات برضه، لا دي روح. مع ان مجلس الاداره بتاع يعني منظومتهم فيها خلل. منظومتهم مجلس الاداره بتاعهم اسوء من مجلس الاداره بتاعنا بكتير بكتير. لكن اتفرج على فرقه الكوره، اتفرج على فرقه الكوره. شوف لعيبه الزمالك عامله ازاي، والمدرب بتاعهم عامل ازاي، والحاله بين اللعيبه عامله ازاي. الزمالك بيفوز النهارده بهدف حسام عبد المجيد، ضربه جزاء، وناصر منسي اللي جابها طبعا.
وكان يقدر يزود لولا احمد الشناوي زي ما قلت لك. مرتدات بتتلعب سم. خلي بالك الزمالك لو لعب الاهلي بطريقه الاهلي اللي هي استحواذ ويحصل الزمالك في نص ملعبه مش هتمشي كده. احنا محمد هاني مش هيعرف يمسك. شفنا النهارده شيكابالا نزل في بدايه الشوط الثاني، لا سريع وخطير، سريع وخطير، ويتعمل له حساب لو اللاعب ده عنده عقليه محترمه وفاق في ماتش الاهلي مثلا. لا ده يتعمل له حساب. انا محمد هاني، محمد هاني هيبقى كارثه في الماتش ده. عندك بزيرا البرازيل عمل ماتش، هو عمل ماتش سرعات حلو بس مضيع هدفين. يعني هو كان بيوصل لجون بس ضيع هدفين النهارده بزيرا ده. فانت عندك هيلعب بالعمري اللي بالعمري متوسط دفاعيا، لكن هيخترق بزيرا اكيد يعني. وراس الحربه ناصر منسي. فانت الزمالك فريق هجومه مرعب، مرعب بكل ما تحمله الكلمه. معتمد غير الفريق، غيره تغيير جذري وشامل، ولازم ندي للزمالك حقه ولازم ندي للمجتهد حقه. يعني الزمالك مش عيب ان واحد اهلاوي يقول ان الزمالك برافو شابوه على اللي هم عملوه. روح بين اللعيبه، روح بين الجمهور، جماهير بتحضر الماتشات بكثافه. ما فيش خلاف بين الجماهير والاداره زي ما حصل عندنا يعني، والناس المحبوسين والناس اللي عايزه تطلع افرجوا عن شويه، لكن فين الباقي؟ عايز تخلي الجماهير ترجع الملعب اعمل كده، افرج عن الناس دي كلها والجماهير هترجع لك الملعب وتشجع تاني وبروح وبقطريه. مفيش. انت كان زمان بنقول التراس اهلاوي الجامد، وبعدين اهلي فاميلي اللي كنا بننتقده اللي اكتشفنا انه كان نعمه. دلوقتي مين بيقود مش جماهير النادي الاهلي؟ مفيش يعني، مفيش جماهير خالص. الزمالك بيلعب لما سجل جون، ان هو الزمالك الشوط الاول بيراميدز اللي كان ماسك استحواذ بس ما كانش بالخطوره اللي هي الواو يعني. الشوط الثاني بقى الزمالك مسك الكوره جاب جون، اللعب على المرتدات فعاليته كانت اكتر من احسن من بيراميدز في الماتش ده. بيراميدز بين قوسين بطل دوري ابطال افريقيا الموسم اللي فات، والموسم ده متصدر اكتر فريق جمع نقط في دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا، واقوى هجوم واقوى دفاع. متخيل حجم الفوز اللي الزمالك كسبه؟ فوز بصداره، فوز بصداره. الاهلي بقى له ماتشين بست نقط، لازم يجوا باي حاجه. سروب الماتش اللي فات بقى في المؤتمر الصحفي طلع قال انا وعدكم باداء الشوط الثاني وبالروح وبقتاليه وهنكسب وهنسجل. سروب قال كده. الله اعلم هنشوف الماتش الجاي عامل ازاي. تريزيجيه كان عزم اللعيبه، وبرده ما فيش حاجه تتعادلنا برده الماتش اللي بعد ما تريزيجيه عزم اللعيبه. فلازم اللعيبه كل واحد يراجع حساباته، يبقى لاعب كوره بروفيشنال محترف باصص في الملعب، مركز على الهدف اللي هو يطلع بالثلاث نقط، يروح للجماهير بعد الماتش. ده حاجه مهمه جدا، مهمه جدا يعني. لازم يبقى فيه بين الجماهير ومنظومه النادي الاهلي رابط يا جماعه، يعني مش معقوله يعني. ترتيب الدوري الزمالك طبعا 40 نقطه مركز اول، 18 ماتش زيه زي الاهلي زي بيراميدز 18 ماتش، الا سيراميكا 19 ماتش بره المنافسه كده كده، الا لو عملت مفاجاه في الدور الجاي وكسبت اهلي او زمالك او بيراميدز. الزمالك 40 نقطه، بيراميدز 37، اهلي متساوي مع بيراميدز 37. دي حاجه غريبه ان بيراميدز خسر، كنت اتمنى تعادل كان هيبقى 37، كان هيبقى 38 37، وانت بقى تحلها بايدك. انما انت حتى يعني انت الدوري مش بايدك قوي. انت الدوري انت لو كسبت الزمالك حتى في الدور الجاي والزمالك كل ماتشاته كسبها، الزمالك هياخد الدوري، مش هياخده بشرط لان الزمالك دلوقتي عامل فرق اهداف اكتر منك. انت لازم كمان تكسب ماتشاتك الجايه بسكور، تكسب كل ماتش سكور سكور، لان الدوري ممكن يتحسم على فرق الاهداف. ممكن يتحسم على فرق الاهداف يا جماعه. ممكن الزمالك لا قدر الله يتعادل معانا. لا الدوري كنا بنقول الدوري في ايدك، لا الدوري انت بالتعادل ده الدوري مش في ايدك قوي، هو في ايدك بس مش قوي. انت فرق الاهداف لازم تشتغل عليه، ولازم تكسب الزمالك وتعمل فرق اهداف وتكسب كل ماتشاتك الجايه، مفيش مجال للخساره. ما اشوفش الشناوي بيصد بقى تاني يا جماعه، يعني كفايه. ما اشوفش مجاملات تاني. كاس عالم يا عم، يا رب الشناوي ما يلعب كاس العالم، مش قاطع ارزاق ولا حاجه بس كفايه عليه يعني. ما نشوفش احنا داخلين على ماتشات كؤوس، كل ماتش خسرته خساره كاس، هنخسر من الترجي، هنطلع من دوري ابطال افريقيا، هنخسر ماتش تاني في الدوري، خلاص انسى الدوري. فكفايه الشناوي بقى، مش عايزين نشوف الشناوي تاني. تريزيجيه رجع لك، زيزو رجع لك، قوتك الهجوميه رجعت لك تاني. قلت لك ما تلعبش براس حربه الحلقه اللي فاتت، ما تلعبش براس حربة. يا عم لعبت براس حربه، انت معاك تريزيجيه وزيزو، الجناحين الاساسيين بتوعك رجعوا، نص الملعب عندك مكتمل بالرمضان وامام عاشور والو ديانج ومروان عطيه، نص الملعب مكتمل. وكوكا كمان ما عادش هيلعب في الباك تاني، هيلعب في نص الملعب، فانت عندك نص الملعب مكتمل. خط الدفاع هيكتمل هو كمان يعني انت عندك هادي رياض عجب الناس وعجبني شخصيا وحلو هادي رياض، وجنبه ياسر ابراهيم، وعندك بيكهام عمل مستوى كويس لما نزل، وعندك الجزار لسه لما هيرجع من الاصابه قريب. عندك اربعه قلوب دفاع، وانت عندك بقى محمد هاني وكريم فؤاد، وعندك بالعمري وبالعمري لوحده في الناحيه الثانيه، كريم فؤاد ممكن يلعب الاثنين يعني، وعندك احمد عيد، وعندك شوبير يصد في حراسه المرمى. انت عندك فرقه تقدر تعمل، فرقه تقدر تنتج، احسن فرقه في مصر، احسن سكواد في مصر انت جبته. فانت لازم تشتغل ولازم تعمل، ولازم المدرب يعيد حساباته.
يعني ماتش الجيش الملكي من ساعتها ما لعبناش كوره. ماتش الجيش الملكي اللي كان في المغرب لما حدفوا علينا آلات حاده وتريزيجيه اتعور، هو ده الماتش اللي اخر ماتش لعبناه فيه كوره. اول ما جه المدرب كان بيضغط بيلعب كوره جميله سلسه هجوم، بس خلاص انت اتحفظت واتقريت وفكرتك وضحت، اوجد بقى حلول تانية، غير اسلوبك، غير كورتك الهجوميه، اضغط زي ما كنت بتضغط تاني. ما اعرفش ما فيش ضغط ليه يعني. الزمالك شفناه بيضغط النهارده وبيراميدز كان بيضغط، والاثنين عاملين ماتش حلو على فكره. بيراميدز ما كانش وحش النهارده، ماتش كان رايح جاي، ماتش مفتوح، ماتش حلو يعني، ماتش متعني شخصيا، ماتش صداره بجد، ماتش اللي يكسب ياخد المركز الاول. الزمالك يكسب ياخد المركز الاول ب 40 نقطه، ويليه بيراميدز ويليه الاهلي ويليه سيراميكا، كله 37 بقى ما عدا الزمالك. الدوري لسه بدري عليه ولسه بايدك، ولسه انا متوقع ان احنا هنكسب الزمالك يعني، كده كده لازم نكسب، ما فيش بديل غير ان احنا نكسب الزمالك وبيراميدز وسيراميكا في الماتشات الجايه، والماتشات التانيه نكسبها بسكور، مع ان صعب انك تكسب بسكور السبع فرق اللي جايين لك في الدور الجاي ده، الدور الجاي صعب، فانت صعب انك تكسب بسكور، لا بس انت لازم تدوس الماتشين الجايين، اقل ماتش مش عايز اطلع باقل من 3-0 في الماتشين الجايين، 3-0 على الاقل، 2-0 يا جدع، انما مش عايزين 1-0 دي تتكرر تاني. انت اتوقع ان الدوري هيتحسب من فرق الاهداف يعني. فلو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك والفولو. السلام عليكم.